مرحله السكيل اب، مرحله التوسع بذكاء. ركز معايا كده وبص احنا جينا منين ورحنا فين. الترتيب المنطقي والتطور الطبيعي للحاجه الساقعه. انا ابتديت الستارت اب من كونها فكره في دماغي ما اعرفش هتنجح ولا مش هتنجح، وجيت في مرحله الستارت اب وقلنا التركيز الاساسي على فكره ان انا اعمل ايه؟ اعمل فاليديشن. الفكره بتاعتي دي حقيقي فكره بيزنس ينفع تجيب فلوس وينفع عملاء يشتروها، ولا انا كنت قاعد بحلم مع نفسي كده يعني شارب حاجه حلوه مسكره فعملت لي دماغ فقلت الفكره بتاعتي دي هتعمل بيزنس يكسر الدنيا. لا، انا في مرحله الستارت اب عايز اتاكد انها تمام وبتتباع وهكذا. عملت ده، طلعت على المرحله اللي وراها بالتطور الطبيعي بالمنطق، رحت على المرحله اللي وراها الرامب اب، اركز على الماركتنج والسيلز. طب الفكره دي ينفع البيعتين 3 ل 4 اللي جم في الاول دول ينفع يبقوا اكتر؟ يعني لو دوست البنزين شويه على الماركتنج والسيلز هتطلع فعلا لسه ستيل قماش وهتبقى يعني شغاله، فادوس بنزين شويه واركز قوي في المرحله الثانيه الرامب اب على الماركتنج والسيلز لغايه لما يظبطوا. المرحله الثالثه اخش على السيستمز والتكنولوجي والاس او بيز والتيم اللي شغال، ابدا ابني الشاسيه. مهم قوي مرحله البناء دي اللي هي المرحله الثالثه البيلد اب، ان انا بجهز المصنع بتاعي، بجهز البيزنس بتاعي انه لما اجي اعمل سكيل اب البيزنس ما يقعش. ودي تاني المنطق هنا مهم جدا يا جماعه. لو انا مش فاهم الكلام ده ناس كتيره جدا بتيجي لغايه المرحله الثانيه وتعطل. يعني هو اخره لو كمل يروح لغايه المرحله الثانيه ويفضل قاعد بقى اللي هو عمال يعافر عشان يعمل بيعه ولا بيعتين ولا بتاع وخلصنا على كده. فخلصنا المرحله الثالثه بنروح على المرحله الرابعه للمؤشرات بتاعتها بتقول ايه؟ ان انت عندك انظمه تشغيل فعاله مجربه موثقه دوكيومنتد يمكن الاعتماد عليها. السيستمز اللي انا شغال بيها الاس او بيز موجوده. يجي لي النهارده اي حد في الفريق جديد، اعين اي بلاير، اعين حد سوبر، لما يجي اقوم مديله كده الكتالوج اقول له بص ده الاس او بي بتاع الاداره اللي انت هتشتغل فيها، الفيلم بيشتغل بالشكل الفلاني، يقعد له يومين 3 يقرا الاس او بيز، يطبق بايده حاجات بسيطه، خلاص ركب المركب وشغال وبيقدف والدنيا زي الفل. ففي المرحله الرابعه ببقى خلاص الاس او بيز الانظمه بتاعه التشغيل بتاعه التكنولوجي كله تمام، كله انتجريتد، كله افيشنت، كله فعال وكله دوكيومنتد. طيب وبما ان كل الحاجات دي تمام التمام فبيبقى سهل عليا ان انا احط كي بي ايز للتيم اللي شغال واقدر اقيسها. ايه الكي بي ايز؟ حد عارف ايه كي بي ايز؟ كي بي ايز هي اختصار لكلمه كي بيرفورمانس انديكيتورز، مؤشرات الاداء الرئيسيه. انا عايز كل وظيفه في مؤشرات للاداء بتقول لي اذا الشخص ده يؤدي وظيفته زي ما انا كشركه عايز ولا لا، ولا عنده قصور في حته معينه. ده يبقى سهل جدا ان هو يتعمل لما اكون عملت الخطوه رقم 1، الدنيا واضحه، انا مسلمه المهام بتاعته وهكذا. طيب 3 تبقى في المرحله الرابعه يمكنك التوسع بدون انهيار ما تم بناؤه. انا لو دوست البنزين صح، صرفت اكتر على الماركتنج، السيلز تيم موجود، السيستمز موجوده، وجالي عملاء اكتر طلبوا منتجات اكتر او خدمات اكتر، ما عنديش مشكله، مش هخاف على البراند بتاعي لانه عندي الامكانيات، عندي الشاسيه، عندي الارضيه اللي تخليني اقدر اسلم منتجات اكتر او خدمات اكتر من غير ما ده يبقى على حساب الكواليتي، من غير ما يبقى على حساب الجوده بتاع الخدمه او المنتج اللي انا بقدمه. في المرحله الرابعه كمان بتبقى قدرت تشعر بقربك من حريه الوقت بشكل كبير. بتبدا هنا تحس انه يس انا هنا هستريح، يعني خلاص المكنه دايره، وزي ما بنقول كده بقت ويل اويلد ماشين، يعني مكنه متزيته مظبوط، بتحط هنا مصاريف بتطلع لك الناحيه الثانيه ربح، والمكنه شغاله. لو حضرتك خدت لك اجازه شويه، طلعت تصيف، رحت المالديفز، عملت حاجه، الدنيا ماشيه الحمد لله، المكنه دايره وما فيهاش حتت فيها ليكج وناس بتخنق بعض وناس ما فيش، المكنه شغاله. فتبدا في المرحله الرابعه تحس ان انا قربت اوصل لحريه الوقت. الحته دي تريكي شويه بس يعني هشرحها بشكل بسيط ان شاء الله يوضحها. في المرحله الرابعه بيظهر عندك من المؤشرات انخفاض في معدلات الربح مع زياده في صافي الربح نتيجه زياده المبيعات. يعني ايه بقى؟ يعني ازاي معدلات الربح بتقل وصافي الربح بيبقى ازيد؟ تعالوا نشوف كده. لو عملنا المثال ده كده، شرحناه بايدينا، تعالوا نشوف كده.
لو انا بقول انه في المرحله الرابعه او انا داخل على المرحله الرابعه كنت بعمل مثلا مبيعات $1,000,000 مثلا، وبعمل هامش ربح خلينا نقول حاجه تفتح النفس كده، مثلا يعني بنعمل هامش ربح 50%، فانا بعمل 500,000 صح كده؟ ده كنسبه وتناسب. طيب انا جيت في المرحله الرابعه بدات اصرف شويه على السيستمز والتكنولوجي والفريق اللي شغال وهكذا، فده اوتوماتيك بيعلي المصاريف بتاعتي. فلما اجي ابص على نسبه الربح بدل ما هي كانت 50%، ممكن اجي في المرحله الرابعه الاقيها مثلا راحت ل 30% مثلا. فنسبه الربح قلت لان انا بصرف على سيستمز، تكنولوجي، انتجريشن، تيم، بعين فريق جديد وهكذا. فبس التعيينات دي والتركيز على السيلز وهكذا هيخلي السيلز يعلى. فممكن جدا الاقي نفسي من المليون دي انا عملت مثلا 1,000,000 مثلا، 1,250,000. اني كده بكلكعها على نفسي. فنشوف هنا لو انا بقول نحسب كده على الآلة اللطيفة، الآلة الحاسبة، لو انا بقول 1,250,000 في 30%، لا خسرانة كده، خسرانة، عايزين نكسبها. خلينا نقول هتقل تبقى 40%. ومثلا المبيعات، بحاول ادي مثال تقريبي يعني يوضح لكم انا قصدي ايه هنا. لو قلنا 1,500,000 في 40% يعملوا لي 600,000. فصح نسبة البروفيت مارجن، نسبة البروفيت قلت من 50 ل 40%، بس ديو تو ان انا بستثمر في تيم جديد، بكبر عدد التيم، بصرف على الماركتنج اكتر، بوصل لعدد اكبر، بعمل منتجات في البرودكشن اكتر وهكذا. فصح النسبة قلت، لكن المبيعات نفسها كفوليوم او كفاليو انا اسف زادت. فلما اجي ابص على البرسنتج حتى وان كانت قلت، لكن صافي الربح بيزيد في المرحلة دي. واضحة؟